بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن لكل بداية يعني ما تكونش سهلة، أي بداية ما تكونش سهلة. أنا كما الحمد لله البداية تاعي كانت شوية صعيبة، ولكن استطعت بتوفيق الله عز وجل أن أحفظ كتاب الله. في البداية كنت بديت في مسجد الشيخ السنوسي لمدة 5 سنوات، ولكن كانت فترة متذبذبة، يعني كنت نحفظ وننسى، من بعد نحفظ وننسى، ثم انتقلت حفظت لسنة أو سنتين في مسجد سيد الدون أين كان الشيخ بن سنان رحمة الله عليه، ثم وليت الشيخ السنوسي أين كانت البداية الفعلية تاعي، وكان في عمري 12 عام كانت البداية الفعلية. والحمد لله بعد مرور 5 سنوات، يعني كان في عمري 17 سنة، استطعت أن أكمل حفظ كتاب الله عز وجل. والإخفاء هناك 4 أحكام للنون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن والتنوين 4 أحكام. لا شك للأولياء دور كبير في نجاح أبنائهم في كافة مجالات الحياة. فأنا أيضا والدي أول ما كانوا يعني يعتنون بنا وهو كتاب الله عز وجل، كانوا يحرصوا علينا أشد الحرص من أجل أن نحفظ كتاب الله عز وجل، حيث كانت كان أول دعاء لوالدتي في الكعبة أمام الكعبة المشرفة، وهي أن يحفظ أولادها كلهم كتاب الله عز وجل. والحمد لله وفقنا الله لحفظ كتاب الله عز وجل، وكان لوالدي تأثير كبير في هذا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. لا شك للأولياء دور كبير في نجاح أبنائهم في كافة مجالات الحياة. فأنا أيضا والدي أول ما كانوا يعني يعتنون بنا وهو كتاب الله عز وجل، كانوا يحرصوا علينا أشد الحرص من أجل أن نحفظ كتاب الله عز وجل، حيث كانت كان أول دعاء لوالدتي في الكعبة أمام الكعبة المشرفة، وهي أن يحفظ أولادها كلهم كتاب الله عز وجل. والحمد لله وفقنا الله لحفظ كتاب الله عز وجل، وكان لوالدي تأثير كبير في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم أشد خلقا من السماء
المشاكل اللي واجهتني كانت يعني كان عندي المشكل الكبير هو ضيق الوقت مع الدراسة وأيضا الرياضة اللي كنت ألعب الرياضة وكان عندي هواية كرة القدم. يعني كانت شوية صعيبة البداية تاعي مع حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن بفضل الله عز وجل وايضا ما نساوش الفضل تاع المشايخ تاعي اللي عاونوني في الوقت. يعني كنت في الصباح اذهب للمدرسه ثم العب الرياضه ومن بعدها اذهب الى المسجد لاحفظ كتاب الله عز وجل. وكان الشيخ الذي يحفظني كتاب الله عز وجل يعني ساعدني في هذا، ساعدني في الوقت. الحمد لله استطعت ان اتوفق، الحمد لله ربي وفقني وأتممت كتاب الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلاة التراويح كانت عندي بالمناسبة، كانت عندي عدة تجارب في صلاة التراويح. يعني كنا في الشيخ السنوسي كنا كي نحفظوا، كل واحد كي يحفظ فينا واللي يتقن الحفظ ويتقدم في الحفظ ويتقن أحكام التجويد يعني يدخلوهم مع المجموعة تاع التراويح اللي كل يوم يعني يفوتوا زوج في صلاة التراويح. فالحمد لله أنا في سن 16 عام يعني كنت قريب نكمل كتاب الله. دخلوني مع هذه، كنت نفوت 2 مرات 3 مرات 4 مرات. كانت عندي تجربة أيضا من بعد سنة في مسجد سيد الوزان في حي باب الجهاد، كنت فت 2 هناك. ثم في مسجد المنصورة عام، وعام أيضا في مسجد أبو عبيدة بن الجراح بحي القلعة. ثم في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه برياض صفار يعني الحي الذي ترعرعت فيه. والحمد لله الآن أنا والشيخ زميل تاعي مصطفى المعيقلي ملقب بالمعيقلي وأنا في لسان غني عن التعريف، نحن في مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بوزيدان. هذه 5 سنين ونحن في. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاة التراويح القيامة والصيام بإذنه عز وجل. وفي الأخير أود أن أقدم نصائح للشباب. أولا للشباب عامة، نصيحتي للشباب عامة لكل الناس يعني مشيغ الشباب لكل الناس عامة، وهو بأن يعطوا قيمة لهذا الكتاب لكتاب الله عز وجل. يعني صراحة هو آخر انشغالاتنا، هو الآن للأسف آخر اهتماماتنا وهو القرآن الكريم. آخر اهتماماتنا لا ينبغي بأن يكون أولى الأولويات. هذه النصيحة الأولى لعامة الناس. النصيحة الثانية للشباب الذين هم غافلون عن كتاب الله تعالى. لا شك بأنهم أقبلوا عليه ذات يوم أو في فترة معينة، ربما في رمضان، ربما في العشر الأوائل من ذي الحجة، ربما ثم جاءهم صعيب. أنا أقول لهم بأن كل شيء صعب ثوابه عظيم وأجره كبير عند الله عز وجل. فالقرآن ثوابه عند الله عز وجل بأن يقال لك اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذا ثواب عظيم. بأن يلبس الله والداك تاجا من نور يوم القيامة، هذا ثواب والله لا يعادله ثواب. فلذا هو صعب يعني في الأول، خاصة في الأول يجيك صعيب. لازم الصبر في الأول، لازم الصبر لكي تكمل وتتقن كتاب الله تعالى. النصيحة الأخيرة والثالثة هي أقدمها لنفسي أولا ولبقية الشباب الذين وفقنا الله لتعلم كتاب الله تعالى. نصيحتي لهم بأن نعمل به، لا بد لنا أن نعمل به وأن نطبقه في حياتنا. إنه منهج حياة ينبغي لنا أن نفهم معانيه ونطبقه في حياتنا اليومية. ينبغي للناس كلهم أن يروا فينا نحن حاملي كتاب الله عز وجل، يروا فينا القرآن في أعمالنا وفي معاملاتنا مع الناس.
ليس نقرأه حروفه فقط، بل ينبغي لنا أن نطبق حدوده. وفي الأخير نسأل المولى عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. نسأل الله عز وجل أن يسقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله عنا كل خير.